السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده عملنا بقى طبق كفتة جميل كده وسهل وبسيط، بس ايه على السريع بغض النظر عن الشكل بقى. قدر الله ما شاء فعل. من البطاطس ان انا كنت مستعجلة، حرفيا مستعجلة فعلا. فكنت مستعجلة جدا ان الساعة كانت خلاص 5:30، ما كانش معايا اي وقت، كنت لسه ما بدأتش في اي حاجة. ايوه دخلت المطبخ 5:30. حرفيا كنت اليوم ده تعبانة جدا وكنت مدروخة، فمش قادرة اقوم اعمل اكل. طبعا المحلات معظمها ما فتحتش، فكنت هجيب اكل ايه من بره في الوقت الضيق ده، او اعمل اي حاجة سريعة ما كانتش في دماغي بصراحة. فهو ده اللي انا كنت مطلعه، مش معقولة هبوظها يعني وهقدرها ارميها. قلت ايه، اولع الزيت واصبع اللي اصبعه واحطه، خفت اللي تتحرق مني. قلت لا، انا هعملها ايه، انا هطفع الزيت وبعدين هقلب براحتي وهوريها لكم. قلت برضو لازم اوريها لكم عشان تعرفوا لو الوقت جري معاكم. التفريزات مفيدة يا جماعة، والله التفريزات مفيدة. حتى لو بتعملي اكل وفاض منك مثلا بتتبلي بانيه، ما تحطيش البانيه كله في البقسماط وهتشيليه متبل، هيسهل معاكي. زنقتي زي كده هتطلعيه تقلبيه شاورما، هتحطي على حتتين البانيه بصلايه وطماطمايه قرن فلفل كده، عملتي طبق شاورما سريع. هتعملي هتستفادي كتير. انا عارفه ان انتوا عارفين طريقه الكفته، مش محتاجه ان انا اقول لكم ان انا كنت عاملاها ومفرزه وشايله، لا انا بديكوا كفكره. انا بديكوا كفكره، واللي حابب يستخدمها او يعمل بيها براحته. ده التوم يا جماعه اللي احنا مفرزينه مع بعض، ده توم للزنقات مش توم لاستخدامات تستخدميه. لا التوم ده للزنقات. انا بحب التوم الصحيح وبحب ادقه واستخدمه على طول. انا كده كده ما كانش عندي غير في الفريزر، وكمان ده كان سريع بالنسبه لي، ان انا لسه ما جبتش التوم اللي انا بخزنه ناشف. انا بجيب التوم كده بس. اول ما نزلت بمعلقه الصلصه، المفروض كنت قلبتها على طول بصراحه، بس انا لما جيت اقلبها ما وطيتش النار، كنت مستعجله جدا. فحطيت كده بسرعه 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 في السريع كله على بعض. كان الاكل جميل وحلو وزي الفل. والكفته حطيتها على طول وزودت ميه، زودت الصلصه ميه، حطيت ملح وفلفل، وما حطيتش اي حاجه تانية. ان اللحمه كانت متبهره كويس، كانت متظبطه كويس، وعملتها معاكم في الفيديو. البطاطس بقى هنا في التركية، البطاطس دي كانت فايده مننا. مثلا كنا بناكل وبتفيد مننا، يا بستخدمها في المسقعه يا بستخدمها زي ما انتم شايفين كده. وغالبا انا بستخدمها في المسقعه عشان بتبقى دايبه شويه، ما بتستحملش. فانا بصراحه حطيتها كده بس، وحطيتها كده فدابت، ما كانتش صحيحه زي ما هي. مش عارفه المقطع ده بيعيد نفسه بقى، بس مش عارفه هو كان بيعيد نفسه ليه ده. فهنا بقى بعمل عصير. عملت عصير ايه؟ عملت عصير موز. بصوا بقى، عصير موز حطيت شويه سكر صغيرين، ما حبيتش ان انا اكتر في السكر. تقدروا تحلوه كمان بالعسل. انا حطيت كام صباع كده من الموز، وعلى السريع كده عملت عصير. اهم حاجه هنا بقى اني انا عندي لبن. لو ما عنديش لبن انا مكنتش هعمل عصير. يعني انا كل يوم ليا نوع عصير واحد بس، يخلص بألف هنا وشفا اعمل غيره. لازم العصير يخلص اعمل غيره. ما اعملش عصير على عصير وانا عارفه ان هو مش هيتشرب. وبعدين يعني يبقى في مجال الواحد ياخد نفسه، في مجال الواحد يريح معدته شويه، في مجال ان الصيام ده نستفاد منه لصحتنا احنا. ما نقعدش نشرب ناكل ناكل ناكل، لا، لازم نبقى عاملين حسابنا. طبعا انا ما صورتش الرز عشان عارفاكم ان انتوا بتعرفوا تعملوا. فيا جماعه لازم نبقى عاملين حسابنا لصحتنا. صحتنا هي اللي بتخلينا نقدر نقاوم ونعافر في الحياة في كل حاجة. ربنا جعل الصيام ده عشان نتقوى منه ونحافظ على صحتنا ونحس بغيرنا. فما تهدروش في الأكل. الصيام ده مش هتاكلوا كتير، انتوا صمتوا يوم 2 3 خلاص معدتكم خدت على الصيام. والله بالأمانة مش هتاكلوا كتير، فحرام تهدروا الأكل. طبعا أكل زي كده أنا كده كده عندي المخلل المشكل، بس مش كل يوم هاكل منه.
لا انا بالتالي هزهق منه وهضطر ان انا اجيب ايه، اجيب حاجة تانية. طب وعلى ايه؟ طب ما انا عندي في التلاجة بتنجان، الخضر اللي انا بجيب منه القريب جنب البيت عنده ميزان حساس، كنت جايبه منه بتنجان وقلت له زي ما يطلعوا اوزنهم لي، وكانوا في التلاجة بصراحة، كانوا من اول رمضان. سبتهم، فكيت العنقود بتاعهم وقلتهم، رميت منه وحبايتين اتنين والباقي استخدمتهم. وهنا الفلفل والثوم اللي كنا مفرزينه من غير الفلفل، قصدي الاحمر والاخضر، من غير توم، حطيتهم من غير توم، حطيت عليهم خل وملح وليمون بس، محطيتش اي اضافات تانية، من غير توم. ما تحموش الاكل على صدركم بالثوم، ما تحموش الاكل على صدركم بالثوم والبصل، ونكتب نفسنا ونيجي ناكل مش قادرين ناكل، مش عارفين ان احنا مش قادرين ليه. من الحاجات اللي احنا بنستخدمها من الاكل الثوم والبصل، من بيعملوا انتفاخات، ما ينفعش نهدر في الاكل، ما ينفعش نضر نفسنا بنفسنا. الموز اللي انا عملته فيه حديد، وطبعا البتنجان فيه حديد، والكفته برز فيها لحمه، والرز كمان هناكل بالكفته ورز. وكده عملت اكلي واصب العصير. وهنا بعد ما صبيت العصير كده، وانا بصب العصير اهو، الاذان اذن، يعني انا كده خلصت على الاذان. الاذان كان اذن وانا لسه ما حطيتش الاكل، بس كنت غرفته زي ما انتوا شايفين. انا حطيت كوباياتي في صينيتي، والعصير قعدت اضربه ضرب مقطع كده، مش ضرب مستمر. كان بيبقى حلو وجميل، وفيه طعم الموز كده، تحس ان انت بتاكل الموز كده، طعمه تحفه. جربوه بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبكم. بعتذر لكم ان انا مش قادره اخد نفسي وبجري في الكلام، عشان انا بصراحه مش قادره اخد نفسي فعلا. وهنا بقى حضرنا السحور، سهل وبسيط، ما فيهوش اي تعقيدات يعني. ايوه، ما تعقديش الحياه على نفسك، سهلي كل حاجه وان شاء الله ربنا هييسر لك كل شيء. صعبيش على نفسك اي حاجه، توكلي على الله وربنا بيسهل كل شيء. وهنا بقى جبنا شنطه سندوتشات، السندوتشات مش مليانه وفاضيه زي ما انتوا شايفين، بطاطس ساده ونرش عليها ايه، طعم البطاطس. وهنا بقى في حاجات بسلطه وفي حاجات ساده. وطبعا المخلل ده مش بناكله خالص، بنركنه على جنب، مش بحب بتاع المطعم، بيبقى مليان توم وكده، مش هينفع في الصيام بصراحه. وكفايه علينا بقى كوبايه الشاي جنبي. عملت بقى الشاي بلبن، هنصب بقى كوبايه الشاي. انا بحب طعم الشاي كده، في ناس بتحبه مغلي، يعني حسب ما انتوا عايزين، اعملوا اللي انتوا تحبوه، اللي يريحكم اعملوه. انا مش كل يوم باكل زبادي بصراحه، بحب انوع يعني، ان انا مش بحب الزبادي قوي يعني، بس باكله عادي. قلت اغير بقى ونعمل شاي بلبن ويبقى في تغيير ونسهل على نفسنا. هي الوقفه وقفنا عملنا ايه، يا دوبك عملنا الشاي بلبن بس، وتغيير وتسهل على نفسك كل شيء. ان الواحد بصراحه ما يبقى تعبان وكسلان مش بيقدر يعمل اي حاجه. الصيام بيهمت شويه، بس ربنا بيقوي، وعلى اقل وقت ربنا بيلهم الواحد الخير وبيعرفه طريقه فين، والحمد لله على كل شيء.